السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. الحياة تتعدى المنطق، إنها تتناقض، إنها سر. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع بيتر وهو رايح للمدرسة، وبيبان إنه ملوش أي أصحاب لما بنلاقيه قاعد في الاستراحة لوحده وما بيلعبش مع زمايله في الفصل. وبيرجع على البيت وبتديله أمه درس البيانو بتاعه، وبعدين بيقعد في أوضته يلعب بالكرة لوحده. وفي نهاية اليوم بيغسل سنانه وبيروح لسريره علشان ينام، وأول ما بيغمض عينه بيسمع صوت جاي من الجدار، وبيقوم من على السرير مرعوب وبيشغل النور وبيبص من الشباك يمكن يكون الصوت جاي من بره، بس ما بيلاقيش أي حد. وبيقرب من الجدار وبيخبط بإيده، وبيتفزع لما حد من ورا الجدار بيخبط له هو كمان. وبيروح جري على أوضة أبوه وأمه وبيقول لهم على اللي حصل وإنه سمع صوت. وبتقوم معاه أمه وبتحاول تهديه وبتوصله لأوضته، وبتقرب من الجدار اللي سمع منه الصوت وبتخبط لكن ما بتسمعش أي حاجة. وبتفكر إن بيتر بيتخيل، وبتاخده من إيده وبتنيمه على السرير وبتقول له إن خياله واسع واللي سمعه ده تهيؤات، وبتسيبه وبترجع لأوضتها. وتاني يوم بيصحى بيتر في ميعاد مدرسته وبيركب الباص مع زمايله اللي بيتنمروا عليه وبيوقعوه على الأرض وبيقولوا له إنهم هيضربوه في الاستراحة. وقبل ما يدخل حد الفصل بيفضل زمايله يلعبوا مع بعض ويحدفوه بالورق لحد ما بيدخل المدير وبيعرفهم على المدرسة الجديدة واسمها ديفا، وبيسيبها معاهم وبيخرج. وبنيجي لوقت الاستراحة وكل الطلاب بيمشوا من الفصل ما عدا بيتر اللي بيبقى ما بيحبش ينزل علشان زمايله بيتنمروا عليه. وبتتخض ديفا لما بتلاقيه قاعد لوحده في الفصل وبيقول لها السبب اللي ما خلاهوش ينزل، وبتفضل تهزر معاه وبتقول له هيلبس ايه في عيد الهالوين السنة دي. فبيقول لها انه مش بيحب الاحتفال بالاعياد وبينام على الديسك. وبعد ثواني بيتفزع وبيقوم يجري من على الكرسي لما بيشوف عنكبوت بيقرب منه، بس ديفا بتطمنه وبتقول له ما يخافش، وبتاخد كوباية وبتحبس العنكبوت فيها وبتخليه يحط ورقة على فتحة الكوباية ويسحبه علشان ياخده ويرميه من الشباك. وبتتجمع عيلة بيتر بالليل على العشاء وبيقطعهم وهم بياكلوا، وبيقول لهم انه عاوز يحتفل بعيد الهالوين زي زمايله، بس امه بتقول له انهم عيله محافظه وملهمش في الكلام ده. وكمان ابوه بيحكي له قصه البنت اللي دخلت البيت المخيف في اخر القريه وما ظهرتش من وقتها يوم عيد الهالوين، وانه مش هيسمح له يضحي بنفسه ويخسره زي البنت اللي اختفت. وبتكمل امه كلامها وبتقول له ان اهل القريه من يومها وهم بيخافوا على اولادهم ومش بيسمحوا لهم بالاحتفال او يخرجوا لوحدهم بالليل. وبيطلع بيتر ينام، واول ما بيغمض عينه بيتحرك الجدار تاني وبيسمع منه صوت بنت بتنادي عليه وبتطلب منه المساعدة. فبيقوم مفزوع وبينادي على أبوه، ولما بيجيله بيحكي له عن اللي سمعه بيقرب الأب من الجدار لكنه ما بيسمعش حاجة. وبيفترض مع بيتر إن ده صوت فيران، وبياخده وبينزل للمخزن وبيجيب سم الفيران وبيشمه بيتر وبيلاقي ريحته زي القرفة، وبيطلعوا مع بعض يرشوا السم جنب الجدار. وبيقول له الأب إن السم ده هيقضي على الفيران، وده بيزعل بيتر لأنه في حيوان هيموت بسببه، لكن الأب بيفهمه إنها حيوانات مؤذية وعادي إنهم يتخلصوا منها. وبيقول له كمان إنه كرب أسرة أوقات كتير بياخد قرارات مهمة علشان يحمي أسرته وبيهزر معاه. وفي اليوم التاني من المدرسة بتبقى ديفا مع الطلاب في الفصل وبتحكي لهم حكاية، وبتخلي كل واحد يرسم صورة من خياله عن يوم الهالوين. وبتتصدم ديفا لما بتشوف رسمة بيتر وبيبقى راسم الأوضة بتاعته وبنت طالعة من الجدار وبتطلب المساعدة. وبتقرر ديفا تروح بيت بيتر وبتخبط على الباب وبتقابل أمه وبتعرفها بنفسها وبتقول لها إنها جاية تطمن عليه. وبتشكرها أم بيتر عن سلوكها ومقدرة اللي بتعمله علشانه لأنها كانت مدرسة قبل ما تتجوز. وبعدين بتطلع ديفا الرسمة بتاعت بيتر من شنطتها وبتديها لأمه، وبتتوتر الأم لما بتشوف الرسمة وبتعتذر لديفا عن اللي عمله، وبتعرفها إن بيتر خياله واسع وكتير من الأوقات بيصحيهم بالليل بسبب خيالاته. وبتقفل الباب في وشها وبتدخل، وبتطلع الأم جاري على أوضة بيتر وهو بيلعب بالكرة بتاعته، وبتفتح الباب وبتسأله عن سبب الرسمة وإيه اللي بيحصل معاه علشان يطلب المساعدة. بس مش بيرضى بيتر يحكي لها عن السبب لأنها ما صدقتهوش لما قال لها عن الأصوات اللي بيسمعها، وبيقول لها إنها مجرد رسمة مخيفة عن الهالوين. وبتطمن الأم وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الميعاد بالليل بيصحيه صوت البنت اللي بيخرج من الجدار، وبتقول له ما تخافش وإنها بس عاوزة تتكلم معاه وإنهم ممكن يبقوا أصحاب لو عايز، إنما لو رفض مش هتجيله تاني. وعلشان بيتر ملوش أصحاب بيوافق على عرضها. وفي المدرسة بيبقوا كل الأطفال بيرسموا على
اليقطين. وبتشوف ديفا رسمة بيتر وبتقول له انها عجبتها جدا، وبيبص له ريان زميله في الفصل وبيغير منه. وفي الاستراحة بيمشي ريان وراه وبيوقعه على الارض وبيكسر الرسمة بتاعته، وبيقوم بيتر من على الارض وهو بيعيط وما بيقدرش يعمل حاجة وبيمشي. وبيروح بيتر لاوضته وبيفضل يعيط، وبتهديه البنت صاحبته وبيحكي لها ان ريان صاحبه بيتنمر عليه دايما، فبتقول له انه لازم يثق في نفسه وياخد حقه منه. وبعدين بنلاقي ام ريان جايباه تاني يوم للمدرسة وبتدخله للفصل ومعاه ثمرة يقطين وعليها رسمة زي اللي كسرها لبيتر، وبتخليه يقدمها له ويتأسف له قدام زمايله. بس ما بيكتفيش بيتر وبيفتكر كلام صاحبته وهي بتقول له انه لازم يوري له قوته علشان ما يتنمرش عليه تاني. وفي الاستراحة بيخرج بيتر للمرة الأولى وبيمشي ورا ريان وبيرميه من على السلم وبيكسر له رجله، وبيروح على مكتب المدير وبيترفد من المدرسة. وبيرجع البيت وبيتعصب عليه أبوه لأنه عمل كده، وبيقول له إنهم عيلة مسالمة ومش بيحلوا الخلافات بالمشاكل. وبتعرفوا الأم إن ديفا المدرسة جابت لها ورقة من كام يوم راسم فيها بيتر أوتو وفيها بنت بتطلب المساعدة، وبيتعصب عليها الأب علشان ما قالتلوش في ساعتها، وبيوجه الكلام لبيتر وبيسأله عن سبب الرسمة وبيزعق له وبيتخض بيتر، وبيعرفوا إنه سمع فعلا صوت بنت بتطلب المساعدة وقال لهم بس هم ما صدقوهوش. وبيوقف الأب المناقشة وبيعاقب بيتر بالحبس في القبو، وبيجري على التلاجة وبيبعدها وبيخلي مراته تفتح باب القبو من وراها، وبياخدوا بيتر وبينزلوه وبيطفوا النور وبيقفلوا عليه وبيمشوا. وبمجرد ما بيخرجوا بيسمع صوت صاحبته بتكلمه وبيبقى عاوزها تكمل كلامها معاه لحد ما يخرج، بس هي ما بتتكلمش وبتسيبه لوحده. وعلى الناحية التانية بيروح مدير المدرسة وبيسأل ديفا عن السبب اللي خلاها تروح له البيت، وبتقول له انها حاسة انه عنده مشكلة وكانت عاوزة تساعده، بس المدير بيقول لها انه ما بيتصرفش اي تصرف غريب وانه كويس وبيطلب منها تبعد عنه. وبيقول لها المدير ان ابوه وامه بيخافوا عليه جدا بسبب البنت اللي اختفت في الحي زمان. في الوقت ده بيلاقي بيتر فتحة في الارض مقفولة ومتغطية بباب خشب، وبعدين بتروح ديفا لبيت بيتر وبتقابلها امه وبتديلها ديفا ورقة امتحان الرياضة، وبيطلع وراها الاب وبيرحب بديفا وبيعزمها على قهوة. وبيبقى الاب متعور في ايده لانه بيصلح حاجات في البيت، وبتقول لهم انها عاوزة تطمن على بيتر، بس الاب بيعرفها انه متعاقب ومش هيقدر يقابلها وانه مش هيروح المدرسة تاني وامه هتتكفل بدراسته في البيت. وبتتعصب امه على ديفا وبتفقد اعصابها لانها شايفة ديفا شاكة فيها انها عاوزة تأذي بيتر، وبيهديها الاب وبيطلب من ديفا انها تمشي. وبيسمع بيتر صوت ديفا وبيطلع يخبط على الباب علشان تسمعه، لكن صوت الغسالة بيبقى عالي وما بتسمعش منها حاجة. وبتخرج تقعد في العربية وهي متوترة من اللي حصل وبتدور على المفاتيح في الشنطة، وبتلف وشها وبتلاقي ابو بيتر قدامها وبيديلها المفتاح. وبالليل بتنزل الام تخرجه من القبو وبتحميه، وبيعتذر بيتر لابوه وبيقول له انه مش هيعمل حاجة تضايقه تاني. وبعدها بيدخلوه لسريره وبيقفلوا الباب وبيروحوا اوضتهم. وبعد ما بيطمن بيتر انهم ناموا بيقوم يخبط على الجدار وبيطلب من صاحبته انه يشوفها، بس هي بترفض لانه هيخاف من شكلها وهيصرخ وهيعرفوا مكانها. بس بيتر بيصمم انه يشوفها وبتخليه يفتح حتة من الغلاف اللي على الجدار وبيشوف عينيها المرعبة وبيترعب، وهي بتقول له انها تبقى اخته وابوه وامه حبسوها وهي صغيرة لانهم اشرار وهيعملوا فيه كده لما يقتلوها. وبعدين بنلاقي بيتر على السرير والباب بيتفتح وبتعدي امه من قدامه والنور بيفصل، وبيبقى ابوه واقف جنب السرير وشكله مخيف جدا وبيشاور له على امه المرعبة وهي بتهجم عليه. وبيقوم بيتر من النوم مفزوع وبيلاقي امه بتحضنه وبتسأله عن الحلم بس ما بيرضاش يقول لها، وبتقول له اخته انهم بيكرهوها وهيقتلوها، وعلشان تخليه يتأكد بتقول له يدور على جثة في الحديقة علشان يصدقها. وبالفعل بينزل بيتر يدور في الحديقة وبيلاقي جمجمة وبيتصدم لما بيشوفها، وبيسمع صوت امه وبيغطي الجمجمة تاني قبل ما توصل له وبيقول لها انه كان بيجيب يقطين. وبيرجع الأوضة لاخته اللي بتقول له ان هم اللي قتلوا البنت اللي اختفت يوم الهالوين لانها كانت بتلعب وشافتها. وبيروح بعدها يجيب رقم ديفا وبيتصل بيها وبيطلب منها المساعدة، بس بيلف ظهره وبيلاقي امه واقفة وراه وبيتفزع وبيقفل التليفون. ولما بتتصل ديفا التاني بترد عليها الام المرة دي وبتقول لها ان بيتر كان عاوز يطمن عليها وعلشان كده كلمها، وبتقفل معاها وبتاخده من ايده وتوديه اوضته وبتعنفه علشان كلم ديفا من غير ما يقول لها. وبتلاحظ الفتحة اللي في الجدار وبتعرف ان البنت كلمته وبتفقد اعصابها وبتقول لبيتر ان كل اللي قالته له غلط وكل اللي هيحصل من دلوقتي هيبقى هو السبب فيه. وبتدخل اوضتها وبتقول له ما يتصرفش ولا يعمل حاجة غير لما يرجع ابوه. وبيقفل بيتر الاوضة على نفسه وبتقول له اخته انهم عرفوا عنهم كل حاجة وهيقتلوهم ولازم يتصرف. فبيطلع بيتر من الاوضة وبيلاقي امه بتحكي لابوه انها عرفت
بتعترف باللي بينه وبين أخته، وبتعيط وبتشوف خيال بيتر على السلم وهو بيجري لأوضته، وبيطلع وراه أبوه وبيكون عارف إنه صاحي، وبيسيبه ينام علشان يصحى ينظف معاه الحديقة الصبح. وبعد ما بيرجع الأب من الشغل بيقف في الحديقة وبيوري لبيتر ثمرة يقطين فاسدة، وبيقول له إنه لازم يدفنها علشان ما تبوظش باقي المحصول، وبيخليه يحفر بنفسه علشان يدفنها. وهنا الأب بيبقى عاوز يشرح له اللي حصل بطريقة غير مباشرة، وبنلاقي عربية حمراء بتلف حوالين البيت وبتقف قدام الباب، وبيخرج منها ريان وقرايبه وشكلهم بيخططوا يعملوا حاجة في بيتر وبيمشوا بعدها. وفي الليل بتجهز الأم العشاء وبيتجمعوا بالليل مع بعض على الترابيزة وبياكل الأب والأم. أما بيتر فبيفضل يقلب في طبقه بالمعلقة، وبتسمع الأم صوت الجرس وبتطلع تشوف مين، وبنلاقيها بتزعق للعيال اللي بيلعبوا في الشارع. ولما بترجع بيقول لها الأب إن الأكل طعمه حلو جدا، وبيقول لها المكونات الجديدة مخلية طعمه حلو، بس بتستغرب الأم لأنها ما غيرتش أي مكونات. وبيفضلوا يستطعموا في الأكل وبيوصل الأب لطعم قرفة فبيتصدم وبيسيب المعلقة. وبيسمع الأب صوت تخبيط وبيبص لبيتر وبيسأله عن اللي حطه في الأكل، وبيقوم يتعصب عليه وبيمسكه من هدومه وبيقول له عملت إيه؟ فبيرد عليه إنه عمل فيه نفس اللي عمله في أخته. وبيقول الأب لمراته تتصل بالإسعاف لأنه فهم إن بيتر حط سم الفيران في الأكل من الطعم اللي داقه. وبيمسك الأب بطنه وبيفضل يتوجع كتير جدا لحد ما بتنتهي حياته قدام نظرة الذهول في عيون مراته. وبتطلع تجري ورا بيتر على السلم وبتمسكه قبل ما يدخل الأوضة، بس الأم بيصيبها هي كمان وما بتقدرش تستحمل، بس بتحاول تقاوم علشان تفضل ماسكة بيتر، لكنه بيضربها برجله وبيرميها من على السلم. وبينزل ياخد منها المفاتيح وبيفتكر إنه خلص عليها، بس بتفوق وبتلفظ أنفاسها الأخيرة وهي بتقول له ما يفتحش لأخته الباب، وطبعا هو ما بيهتمش وبياخد المفاتيح وبيطلع للأوضة اللي فيها باب الأوضة اللي أخته محبوسة فيها. وبيبقى في ساعة كبيرة قدام الباب وبيحاول ينقلها بالراحة علشان ما تقعش عليه تموته، وبيرميها على الأرض وبتقع تتكسر. وبيلاقي قفل كبير على باب الفتحة وبيحط فيه المفتاح وبيقف بعيد. وهنا كانت الصدمة لبيتر لما بتظهر ايدها بس بشكل مرعب جدا، وبيترعب من شكلها وبيطلع يجري على اوضته وبيقفل الباب وسط ضحكات اخته اللي قدرت انها تستغله وتعمل اللي هي عاوزاه. وبتطلع اخته من الفتحة وبتروح تقف قدام الباب وبتحاول تفتحه علشان تقتله هو كمان، وبتقول له انها مبسوطة منه انه انقذها وقتل ابوه وامه. وبيقاطعهم صوت جرس الباب، وبيبقى ريان جاي مع اخواته الكبار وبيبقوا لابسين ماسكات علشان ينتقموا من بيتر. وبيلاقوا الباب اتفتح لوحده وبيدخلوا يدوروا عليه، وبيكسر واحد منهم البيانو بتاعه، والباقي والاتنين التانيين بيطلعوا الاوض يدوروا عليه. وبيدخل ريان معاهم وبيتزحلق وبيقع على الارض، وبيلاقي واحد منهم بيتر وهو مستخبي تحت السرير وبيحاول يمسكه. اما اللي بيكسر البيانو بعد ما بيخلص بيسمع صوت البيانو بيشتغل وبيقرب منه علشان يتاكد من الصوت، بس بتشده اخت بيتر وبتخلص عليه. وبتكمل على اللي بعده لحد ما بتوصل لريان وبتتخلص منه هو كمان. وبينزل الاخير علشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبتهجم عليه اخت بيتر وبتنهي حياته. في طرف اخر بتفتكر ديفا مكالمة بيتر انه عاوز مساعدة وبتركب عربيتها وبتروح تنقذه. وبعد ما بتقضي الاخت عليهم بتروح لبيتر وبتقول له ان ابوهم وامهم كانوا بيفرقوا في المعاملة بينهم وما كانوش بيحبوها، وبتعمل فيه زي ما عملوا فيها زمان وبتحبسه ورا الجدران. وبتوصل ديفا البيت وبتلاقيه متبهدل، وبتلاحظ شعر طويل على الارض وبتقرب منه، بس اخت بيتر بتلف من وراها وبتعورها في رجليها. وبتقوم ديفا علشان تهرب وبتلاقي الباب مقفول، وبتمسك حديد علشان تدافع عن نفسها، وبتسمع صوت بيتر وهو بيقول لها تهرب. وبتطلع ديفا على اوضته وبتسمع صوته من الفتحة اللي في الجدار وبتقفل الباب، وبتكسر الفتحة وبتاخد بيتر وبتفتح الباب وبتهرب، لكن اخته بتلحقه على اخر لحظة وبتاخده وبتقفل الباب. وبنلاقيها حبساه في القبو وبتقول له ان ابوها حبسها بسبب شكلها القبيح اللي اتولدت بيه. وبيسمعوا صوت ديفا وهي داخلة علشان تنقذه، وبتطلع اخته وبتوقعها على الارض، بس شعر الاخت الطويل بينزل في القبو لبيتر. وقبل ما تهجم الاخت على ديفا بيشدها بيتر من شعرها وبيطلع من القبو، وبتقوم ديفا تمسك الحديدة وبتفضل تضرب الاخت لحد ما بينزلوها في القبو وبيحبسوها تاني. وبتقول له الاخت انها هتفضل معاه ومش هيقدر ينساها ابدا، وفي النهاية بتظهر تاني من وراه. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.